النهارده هنتكلم عن موضوع يمكن يكون غريب شوية بس مهم جدا في حياتنا اليومية. هنتكلم عن استراتيجية الثعلب. بس احنا هنا مش بنتكلم عن الثعلب الحيوان، لكن بنتكلم عن الثعلب كرمز للذكاء والحيلة والمكر، وأسلوبه اللي ممكن يخليك تكسب أي معركة من غير ما تسحب سيفك ولا تبان إنك بتواجه من الأساس. الناس دايما فاكرة إن القوة في العضلات وفي الصوت العالي وكمان في المواجهة المباشرة، بس الحقيقة إن القوة الحقيقية أحيانا بتكون في إنك تنسحب بذكاء وإنك تعمل نفسك ضعيف، أو إنك حتى تخلي الناس اللي حواليك فاكرين إنهم مسيطرين وهم في الحقيقة ماشيين على الخط اللي أنت رسمته ليهم. وهي دي فكرة استراتيجية الثعلب، فكرة ميكافيلي اللي قالها من زمان. قال إنك لازم تكون أسد علشان تخوف الذئاب، وفي نفس الوقت لازم تكون ثعلب علشان تتجنب الفخاخ. يعني تبقى قوي لما المواجهة تتفرض عليك وذكي لما تكون الظروف محتاجة حيلة. الفيديو ده هيفسر لنا إزاي نستخدم الاستراتيجية دي في حياتنا وإزاي نخليها سلاح لينا، بس مش سلاح علشان نأذي حد، لكن علشان نحمي نفسنا ونحقق أهدافنا اللي بنسعى ليها. أول وأهم نقطة في استراتيجية الثعلب هي إنك تخفي نواياك. الثعلب عمره ما بيعلن عن خطواته اللي جاية، لكنه بيتحرك دايما بهدوء ودايما تلاقي كلامه ناعم وتعابير وشه هادية، لدرجة إنك ممكن تفكر إنه بسيط أو ساذج، لكن هو في الحقيقة كل قرار بياخده بيكون مدروس بدقة متناهية. تخيل معايا كده إنك في الشغل وبتتخانق على منصب معين. لو كل الناس عارفين إنك عايز المنصب ده، هيحطوا قدامك كل العراقيل الممكنة. لكن لو أنت بتتحرك في صمت وبتشتغل باجتهاد من غير ما تتكلم كتير وتسيب أعمالك هي اللي تتكلم عنك، صدقني هتلاقي نفسك فجأة في المكان اللي أنت كنت عايزه من غير ما حد يحس أو يقدر يعطلك. روبرت جرين في كتابه الشهير 48 قانون للقوة بيقول اخفي نواياك، وده قانون مهم جدا، لأنك لما تخفي نواياك أنت كده بتخلي الناس في حيرة، هتخليهم ما يعرفوش أنت بتفكر في إيه، وبالتالي هيكون صعب عليهم إنهم يخططوا ضدك. ميكافيلي نفسه كان بيقول الحاكم الذكي هو اللي مش بيقول كل اللي بيفكر فيه، لكنه بيقول بس اللي بيحقق مصلحته. وده بينطبق علينا كلنا، مش لازم نقول كل حاجة بنفكر فيها لأي حد. في أفكار وخطط لازم تفضل سرية علشان توصل للي أنت عاوزه بسلام. وتاني نقطة معانا هي الخداع التكتيكي، أو معنى أوضح فن تضليل الخصم. وهنا بقى بيجي الجزء الممتع. الثعلب مش بيكذب كذب صريح، لكن هو بيخلي خصمه يظن انه عارف الحقيقه، وده اخطر بكتير من الكذب المباشر. يعني ممكن يرمي معلومه صغيره او يلمح بحاجه يخلي الخصم يبني عليها افتراضات غلط، وفي الاخر خصمه يكتشف انه كان ماشي في طريق غلط. وده ما يعتبرش كده، ده يعتبر تضليل ذكي. تخيل مثلا انك عايز خصم معين يبعد عن طريقك، فبتروح ترمي له كلمة بسيطة او معلومة شكلها بريئة عن مشروع تاني بعيد تماما عن اهتمامه، وممكن تكون المعلومة دي مش كده، بس هتكون هي اللي هتشغل تفكيره وتخليه يركز في حتة غلط. روبرت جرين بيقول في قانون تاني اجذب الانتباه بأي ثمن، بس خلي الحقيقة مشوشة. يعني خليك موجود في عقول كل الناس بس ما تخليش حد يعرف انت ناوي على ايه. خليك عامل زي الشبح، الكل بيتكلم عنك بس محدش قادر يمسكك، لأن التشتيت ده يعتبر سلاح قوي جدا. وتالت نقطة معانا هي الغياب المدروس. لما الدنيا بتسخن والمواجهة بتبقى حامية، الثعلب مش بيواجه ولا بيصطدم بعنف، بالعكس هو بينسحب بذكاء وبيختفي من الصورة تماما. والغياب ده بيكون مدروس وبيكون هدفه إنه يرجع أقوى من الأول في لحظة بيكون فيها العدو ضعيف ومنهك. فأنت لما بتختفي شوية الناس بتبدأ تحس بقيمتك ووجودك، لكن لو أنت دايما موجود في كل مكان قيمتك بتقل. زي المثل اللي بيقول كتر الدق على الحديد بيلينه، فأنت كمان كترة وجودك بتخلي الناس تاخدك حاجة عادية ملهاش أهمية. روبرت جرين بيقول استخدم الغياب علشان تزود احترامك وقيمتك، لانك لما بتنسحب بتدي فرصه لخصمك انه يغلط وانه ياخد قرارات متسرعه، وانت هنا مش بتنسحب علشان انت ضعيف، لكن انت بتنسحب علشان تستنى اللحظه المناسبه للعوده. زي لاعب الشطرنج اللي بيضحي بقطعه صغيره علشان يكسب اللعبه كلها في الاخر. الغياب ده سلاح قوي جدا، اقوى من الحضور المتكرر اللي ممكن يخليك تفقد هيبتك. وثالث نقطه معانا هي ضرب الخصم من الخلف او فن البصمه الخلفيه، وده ممكن يكون اكتر جزء محتاج ذكاء في استراتيجيه الثعلب. الثعلب دايما بيخطط للضربة وبعدين ينسحب من مسرح الجريمة من غير ما حد يعرف إن هو اللي عمل كده. بيحدث الأثر من غير ما يسيب وراه أي بصمة، زي ما يكون بيزرع بذرة شك بين خصمه وخصمه ويوقعهم في بعض ويخليهم يشكوا في بعض. ميكافيلي كان بيأكد على فكرة إنك تخلي خصومك ينشغلوا في حرب بينهم وبين بعض وأنت بتتفرج عليهم من بعيد. والقانون رقم 3 اللي روبرت جرين كان بيقول اجعلهم ينظرون في الاتجاه الخاطئ. يعني ببساطة خلي عينهم على هدف مش حقيقي، ولما هم يجروا وراه في الوقت ده تكون انت بتوصل لهدفك الحقيقي. ودي مش خباثة، دي واقعية في عالم مليان بالصراعات. مش كل مرة لازم تواجه خصمك وجه لوجه، أحيانا الأذكى هو اللي بيعرف يحرك خصومه زي العرايس اللي بتتحكم فيها بالخيط من بعيد لبعيد. الخلاصة بقى والسؤال المهم، هل اللي بيستخدم استراتيجية الثعلب ده شخص شرير؟ الحقيقة لا، الثعلب مش بيسعى للتدمير، هو بيسعى للبقاء. هو فاهم إنه في عالم صعب ومش كل الطيبين بيكسبوا. هو بيعرف إن في ناس أقوى منه بكتير بس بيقدر يتجنبهم أو بيكسبهم بذكائه. استراتيجية الثعلب مش دعوة للشر، إنما هي دعوة للواقعية، بتقولك ما تكونش ساذج فتتاكل. خليك خفيف وحاد في تفكيرك، وفي نفس الوقت دايما خليك في حالة حركة. مش كل مشكلة لازم تتحل بالعنف، أحيانا الحل بيكون في إنك تكون أذكى وأمكر من خصمك علشان تحمي نفسك وتحقق اللي أنت عايزه.
في النهاية مش القوة بس هي اللي بتكسب دايمًا، أحيانًا الذكاء هو اللي بيوصّلك لبَر الأمان، وبكده نكون خلصنا من استراتيجية الثعلب، وأحب أقول لك إن الفيديو خلص بس فيديوهاتنا الجاية لسه ما خلصتش، فما تنساش تشترك في القناة وتفعّل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية، ولو في موضوع حابب نتكلم فيه اكتبه في التعليقات وهنعمل فيديو عنه قريب. سلام.